السلام عليكم. ان شاء الله غادي نديرو مملحات كيجيو زوينين، درتهم وعاودتهم وبغيت نشاركهم عاوتاني مره اخرى معاكم اللي فيهم. هادشي راه انا وجدته كامل باش دغيا يدوز الفيديو ما نعطلش. هنا ربعه الزبده، المقادير هنا راه مدوبله، يعني ديروا النص الا بغيتو. هنا ربعه ديال الزبده، 6 الفرماجات، هنا عندي الملح، واحد المعلقه صغيره مع امراش، معلقه ديال المطارد كبيره، معلقه صغيره ديال الهريسه، اللي بغى يزيد الهريسه يزيدها، اللي عزيز عليه الحار. هنا عندي العطريه ديال الدجاج. هادشي غادا نخلطو ونرجع معاكم. راني درت 2 كيسان ديال العنبه ديال الزيت، واحد ها انا دخلته هنا والثاني ها هو كيف كتشوفوا. انا غادا نخلطو باش ندخلو في هاد الزبده مزيان، باش عاوتاني غادا نضيفو الماء، 2 كيسان ديال الماء. هنا راني ضفت 2 كيسان ديال الماء كيف كتشوفوا، غندخلهم عاوتاني مع هاد الزبده وهاد الخليط اللي عندي هنايا ونتلاقاو. هنا دخلت الماء في الزبده، يعني انا ضفت الماء دفعه واحده، 2 كيسان د الماء دخلتهم. كتبغي الوقت، يعني خاصك تخدمي مزيان كيف كتشوفوا. ها شفتوا ما خصش الماء يبقى، كيف لاحظتوا راه ما كاينش الماء. نتوما اش غديروا؟ غادا تبقاو تضيفوا الماء شويه بشويه، نتوما كتدخلوا في الزبده، تخويو الماء وتدخلوها في الزبده حتى تكملوا 2 كيسان ديالكم. دابا غادا نمشيو نزيدوا 2 كيسان ديال الحليب. الحليب انا غنضيفو عاوتاني شويه بشويه، حيت الحليب ماشي بحال الماء، الحليب كيتعطل باش يدخل في الزبده. بقاو معايا. كاس الحليب هنا دخلته في الزبده، باقي ليا الثاني، يعني غنضيفو شويه بشويه كيف كتشوفوا. كنخدموا بحال كابوسه، تخدموا بالطراب خدموه بالطراب، انا كيعجبني نخدم بيديا. المهم هاد الطريقه هذه راه كيدخل الحليب، شفتوا. يلا بقاو معايا، نضيف الكاس الثاني وانا معكم ان شاء الله. هنا عندي الدقيق كيف كتشوفوا، انا غادا نضيفو لهاد الخليط هذا ديال الزبده وداكشي اللي درت ونتلاقاو. العجينه ما خاصهاش تكون قاصحه وما خاصهاش تكون مرخوفه، بقاو معايا. العجينه ها هي وجدات، ما كتكونش قاصحه وما كتكونش رطبه بزاف. غادا نديرها في بانيو، نغطيها بالفيلم اليمونتير، ندخلها للثلاجه ترتاح واحد 15 دقيقه وانا راجع معكم. العجينه ها هي قسمتها، درتها في الفيلم اليمونتير، ندخلها للثلاجه ترتاح. هذه الحشوه اللي غادا نديرها في المملحات: الزيتون خضر بلا عظم، الفرماج المحكوك، والزيت البلديه. انا راه دايره الزيت البلديه، هادشي غادا نطحنو وغادا نزين به العجينه ديالي ان شاء الله. هذه الحشوه ديال الزيتون كحل، عندنا هنا الزيتون كحل وعندنا الفرماج، الزيت البلديه والزعتر. غنطحن هذا الشيء ونتلاقاو ان شاء الله. الحشوات اللي غنحتاجو في هاد المملحات: هنا عندنا الزيتون خضر، راه درت الطريقه ديالو كيفاش طحنته ومعاش خلطته. هنا الزيتون خضر، هنا الزيتون الكحل، عندنا المطارد، عندنا الهريسه، الزعتر. هذه العجينه بطبيعه الحال راه خرجتها من الثلاجه، والفرماج. دابا غنطلقوها ان شاء الله، بقاو معنا. هنا راه غنطلقوا العجينه، ما خصهاش تكون رقيقه وما خصهاش تكون عاوتاني غليظه. غنطلقوها وغنقادوها بالجراره ونديروا لها الحشوه ديال الزيتون الخضر والزيتون الكحل. بقاو معنا. العجينه غندهنوها بالمطارد، ضروري اي عجينه غنطلقوها غندهنوها بالمطارد. غندير الزيتون الكحل، غنديروا الهريسه، كيف كتشوفوا العجينه اللي هي راه فيها المطارد. كي قلت لكم ضروري المطارد والهريسه في العجينه التدهنيه الاول. كيف دارت وئام حسن، انا راه درت الهريسه هي الاخر. المهم غدير الزيتون، غدير الزيتون الخضر، وغدير فوق منها الزعتر، وغدير الفرماج. انا باقا غادا نضيف الزعتر.
وغادي ندويو. غتجي حاله زونيه. بغيتوها صغيره راه غتخليوها هاد القياس، بغيتوها كبيره غادي ديروها كبيره. انا صافي هاد القياس هو اللي بغيت. غادا نحطو في بلاطو حيت غندخلوهم للفريغو باش يتجمدوا، باش يتقطعوا لينا مزيان، حيت هكا ما غاديش يتقطعوا لينا، ما يجيوش في المنظر زوين. صافي غنبقى على هاد الطريقه هذه، لا بالنسبه للزيتون الكحل ولا بالنسبه للزيتون الاخضر. هاد الطريقه هذه اللي قلت لكم، ونتلاقاو من بعد من نبغيو نزينو ونديرو شكل اخر ديال المملحات. هاد الشكل غنديروه كريويصات صغار، غندهنوه بالمطارد، غنديرو ليه الفرماج ونديرو فيه لوزه، نلويوه على اللوزه، وغنقطعو عاوتاني شرائط طويله وغنديرو فوق منها غير الفرماج بوحدو، يعني المطارد ضروري كيف كنقول لكم في العجينه، وغندير فوق منه غير الفرماج. الاشكال اللي بغيتو نتوما غادي ديروه. صافي غنقطعوهم. هاي بشويه الشركه بغير خاطر. غندير معكم وحده باش نكمل الشيء الاخر. هذه غنحطوها هنا، هاد اللويزه كيبانش، غنحطو هاد اللوزه هنا واللويوه بحال الكرواسه. هاد العجينه انا طلقتها راه ما غندهناش دابا، هادي بالمطارد غنخليها هكا. غندهن الوسط ديالها بيض البيض وغندير ليها البافو. انا غنوريكم وحده، ها هي غندهنها الوسط بحال هكا. غندير ليها البافو، غتجي على هذا الشكل. نعاود معكم ما بانش ليا سميتو. غادا ندهنها بيض البيض هنا الوسط، وغنرش البافو. المملحات اللي وجدنا هما هادو، قريشلات مالحين كل واحد اش كيقول لهم. الشكيلات اللي درت هما هادو، راه كيجي لذيذ وزوين، غير جربوه بالصحه والراحه.